السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من ياتي سمايل. النهارده بقى الفيديو، انا صحيت الصبح بدري على فكره، مش الساعه 9 ولا حاجه، انا صاحيه بدري. وديت الولاد الحضانه وبعدين قمت راجعه بسرعه، فطرت وقمت نازله وقلت انزل اجيب شويه طلبات كده كنت محتاجاها لنفسي يعني. والطلبات دي انا مبسوطه بيها قوي وكان نفسي اجيبها بقالي فتره طويله، وهوريها لكم هتشوفوها هتعجبكم جدا. بعديها قلت اقعد اتمشى بقى شويه، الجو كان جميل الصراحه في الوقت ده. قعدت اتمشى كده لوحدي وكان الجو فاضي بقى، كل الناس في مدارسها وكده. وبعدين بعد ما خلصت واتمشيت قلت بقى لازم وانا راجعه اجيب حاجات للعيال. طبعا كان ماما راحت جابت الولاد من الحضانه، وانا راجعه بقى قلت اجيب لهم شويه حلويات عشان خاطر ما ادخلش عليهم كده بقى في ايه، يتضايقوا يعني او يزعلوا ان انا خرجت وسبتهم. فكانت الدنيا بقى ليلت عليا لان انا خدت اليوم كله لنفسي، وكنت مبسوطه قوي الصراحه ان انا اتفسحت اليوم ده لوحدي الصراحه واستمتعت فيه. يعني كل فتره كده الواحد بيحتاج يبقى لوحده كده ويمشي، بس يعني ما تعملش حاجه، تتمشي بس كده. تاني يوم بقى قلت لازم اعمل المحشي، فجهزت حاجة المحشي: طماطم كتير جدا، بصل كتير قوي، شوية توم صغيرين، وباكيتتين صلصة. اول حاجة بجيب دهن كده ليا واقوم مسيحاه في حلة سخنة جدا لحد ما يوصلوا للشكل ده كده. بعدها بقوم نازلة عليهم ببصل كتير قوي، واسيب البصل لحد ما يبقى لونه ذهبي. اقعد بس اقلب فيه كده مع شويه سكر صغيرين لحد ما يدبل. اول ما يبدا يدبل بقوم نازله بالورق اللوري والحبهان والثوم واتنين مرقه، واقلبهم شويه لحد ما ريحه الثوم تطلع. بعديها بقوم نازله بباكيتتين صلصه، وانزل بشفشق كامل. يعني انا هنزل بالصلصه، صلصه الطماطم دي، ولسه في شفشق تاني هقوم نازله بيه. بعد ما بقوم نازله بيهم ويغلوا غلوتين كده بقوم نازله بالتوابل. بنزل بكل التوابل اللي عندي، التوابل بقى اللي عندي فلفل اسود وكمون وكزبره وبابريكا وقرفه. حطي كل التوابل، المحشي بيحب التوابل. بقلب كل ده في بعضه، وبعدين بقوم نازله بشويه فلفل بقى، لو في فلفل الوان كمان كان هيبقى جميل جدا، بس انا الصراحه ما كانش عندي فنزلت بيه. على جنب بقى بقوم غاسله الرز ومصفيه كويس جدا ومقطعه الخضره وخلطاهم ببعض وركناهم على جنب. الحركة دي على فكرة بتفرق جدا في طعم الرز، لان بحس ان الرز بيتشرب من طعم الشبت والكزبرة والحاجات دي لما بيتركن على جنب كده ساعة وهو مخلوط بالشبت والخضرة والكلام ده، بيبقى لا بيخلف في الطعم جدا طعم الرز. بصوا بقى، ده شكل الطماطم بعد ما تسبك. انا بسيب فيها شوية صوص كده، ما بسبكهاش على الاخر، لا بحبها تبقى شوية فيها شوية صغيرين مية يعني. تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه النهارده في السريع، ولما تشوفوا الحاجات دي قولوا لي ايه الحاجه اللي انتوا عايزيني اعمل عنها ريفيو، واعملها لكم عنها ريفيو بقى في فيديو منفصل. اول حاجه بقى اللي يطلع في ايدي، اول حاجه دي جبتها، دي ال اسمها ايه، الفوطه اللي بتشيل الميك اب. تقدري بتبليها بس بالميه وبتقدري تشيلي بيها الميك اب. المفروض ان هو بيشيل كل حاجه، كحل بقى وماسكارا وكلام من ده. وكمان تقدري تنضفي فيها فرش الميك اب وانتي شغاله كده على السريع، تقومي منضفاها. برضو دي كنت جايباها ب20 جنيه، يا ب20 يا ب15، يعني انا مش فاكره برضو قوي. يا ب20 جنيه ب15 جنيه. تقدري تغسليها على ايدك وتقدري تحطيها في الغساله، تقدري تعملي بقى فيها كل حاجه. بصوا ده شكلها من جوه اهي، ناعمه جدا، وليها دي الماركه بتاعتها يعني. اهي هي وش وظهر، وكان في منها بقى الوان بينك وابيض ومش عارفه ايه، فانا جبت الاسود بحيث ان ايه ما تتوسخش بسرعه، يعني لان الميك اب بيبقى كله هباب. طيب دي اول حاجه. الحاجه التانية، كان نفسي قوي 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 من زمان ان انا اجرب الجلافز ده. المفروض ان الجلافز دوت بتستخدميه وانت بتستحمي، بتحطي عليه الشاور وتبداي ان انت تغسلي بيه، تدلكي بيه كل جسمك. ده بقى عايزين نعمله فيديو مفصل، اكيد لازم اعمل لكم عنه ريفيو واشوفه مفصل، شوف بجد بيعمل صنفره للجسم وسهل الاستخدام، بيتقشر بيتقطع، نشوف بيعمل ايه. ده كنت جايباه ب20 جنيه. بعد كده جبت فوفا افوفا اسمها افوفا، دي بريحه الكب كيك، الريد كب كيك. دي المفروض ان هي يعني سويت وكده، بس ما بتلزقش وسهله الاستخدام يعني المفروض. ف
فيعني قلت اجربها. هي كان سعرها 35 جنيه، جبتها ب35 جنيه. بتكون عبارة عن 2 والواحدة فيهم طرية كده يعني. تمام. بس من غير تفاصيل بقى اكيد يعني. تمام. ايه تاني جبت؟ ايه تاني؟ بسم الله. جبت ده بادي لوشن بريحة برفانة سي. انتوا عارفين انا بحب البرفانات قوي اللي بتبقى فاقعة وباينة. المفروض ان اللوشن ده ان هو بينعم الجسم ويرطبه. الصراحة ده حقيقي، انا استخدمته اول ما جبته على ايدي. اول ما يعني جربته هناك في المحل قمت مستخدماه لحد ما روحت انا ايدي ناعمه جدا، ايدي ناعمه قوي قوي. ريحته مش قويه قوي على فكره يعني، ما تخافيش، بس ليه ريحه هاديه كده وحلوه، بس ترطيبه خطير. كنت جايبه ب 15 جنيه، 15 جنيه بس. الصراحه جميل قوي. وان شاء الله يخلص وهجيب منه بقيه الحاجات التانية. انتوا عارفين ان انا بستخدم زيوت على وشي وعلى يعني انا بعالج دايما الحاجات المشاكل اللي عندي، بحب اكتر ان انا اعالجها بحاجات طبيعيه بتكون ارخص ونتيجتها بتبان اكتر. زيت لبان الذكر، انا بحب جدا جدا ان انا انقع لبان الذكر والرز والكلام ده واعمل بيه ماسكات، بس بتقعد يعني في الثلاجه اسبوع وتبوظ، لازم تترمي. الماسك اللي انا كنت عاملاه كده، مش فاكره عملته معاكي ولا لا. كنت بجيب كوبايه لبن ذكر، ميه لبن ذكر، منقوع لبن ذكر مع كوبايه منقوع رز، واحط عليهم نشا واسخنهم على النار فيبقى قوام كريم. لو عايزين نبقى اعمل لكم الماسك ده خطير خطير خطير، بس هو عيب الوحيد ان هو اسبوع في الثلاجه ولازم تخلصيه، ما خلصتوش الباقي ده هيترمي. فقلت طب ليه، طب ما انا اجيب الزيت لبن الذكر نفسه واستخدمه. بستخدمه ساعتين 2، ما بخرجش بيه في الشمس خالص، ساعتين 2 3 كده اقوم غسلاه. هو على فكره من الزيوت اللي ما بتدهننش يعني. كنت جايباه ب 22 جنيه. تمام. لو عايزه تجيبيه من عند العطار صافي برضو عادي مفيش مشكله. وبستخدم كمان الفتره دي زيت اللي هي الحبه السوداء، حبه البركه، بستخدمه برضو قبل ما بنام برضو ساعتين، ببدل ده يوم وده يوم لبن ذكر ويوم حبه البركه. ليه؟ عشان خاطر عايزه افتح بشرتي، وكمان حاسه ان فيها بهتان كده. فالزيتين دول الكلام دوت، لبن الذكر بيفتح ويشد البشره، وحبه البركه بتبقى فيه التصبغات، في اي التهابات، اي مشاكل من الحر، عشان احنا بنخرج في الشمس الفتره دي كتير، الالتهابات اللي تحت الجلد واللي هي بدايه ان انت يبقى عندك التهاب هيبقى فيه حبه. لا، حبه البركه الصراحه جميله قوي في كل حاجه. كنت جايباه زي ما قلت لكم ب 22 جنيه. ايه تاني؟ ده بقى انا جربته في المحل، ده بتاع مايت سينما، ده الليب جلوس السحري، خطير يا ربي عليه، جميل قوي. كنت جايباه ب35، كنت جايباه ب35. تمام اهو، ده شكله. تمام. اكيد لازم نعمل عنه ريفيو. اكيد شكله اولا جميل قوي، الباكج بتاعه كيوت قوي، هبقى اعمل لكم عنه بقى ريفيو كامل. بتحطيه بيدي ترطيب حلو قوي كده للشفايف، وبعدين بيبدا بقى الترطيب ده يهدى شويه ويبتدي يديكي لون بينك زي اللون ده كده، زي اللون الورد اللي هو عامله كده، لون بينك هادي. وطبعا بيختلف درجه اللون البينك دي من شفه لشفه طبعا، يعني من شفايف لشفايف يعني. بس بتهيألي ان ما جبتش حاجه تانية. وادوني بقى الشيت ماسك ده مجانا، ده هديه يعني عشان جبت اوردر، فادوني الشيت ماسك ده مجانا. بس ده كده كان الاوردر اللي انا جبته. قولوا لي بقى حابين اعمل لكم ريفيو عن انهي حاجه فيهم. وبعدين قمنا رايحين النادي، والعيال بقى نزلوا البسين، كانوا مبسوطين جدا الصراحه. انا كمان كنت مبسوطه الصراحه ليهم، كان شكلهم زي العسل، اللهم صل عليك يا نبي، كنا مبسوطين قوي بيهم يعني. بس قعدوا بقى يلعبوا ويبلبطوا ويتشاقوا. رجعوا بقى، عايزه اقول لكم ان هم رجعوا من اليوم ده، يعني هم ناموا في الطريق اصلا، مراجعين الساعه 12 بالليل، قعدوا يلعبوا ويتشاقوا لحد ما خلاص يعني. ما تنسوش بقى اللايكات بتاعتكم، دي بتشجعني جدا وبتبسطني قوي. وما تنسوش تيجوا تشتركوا عندي في الانستجرام، ببقى معاكم خطوه بخطوه. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه لو مش مشتركين. سلام عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.